ازيكم عاملين ايه؟ مبروك لكل مامي خلصت رحله حملها على خير وبتجهز للولاده. النهارده هتكلم عن تجهيز شنطه الولاده. امتى اجهزها؟ احط فيها ايه؟ ايه اللي ما انساهوش؟ انا كان نفسي طبعا ان احنا نجهزها مع بعض واوريكم ايه الحاجات اللي المفروض تاخدوها، بس عشان الخصوصيه مش هقدر اصور الحاجات دي، فهحاول ان انا احط لكم مثلا صور توضيحيه على الفيديو. اول حاجه احنا بنبدا نجهز شنطه الولاده تقريبا من الشهر الثامن لو عندك اي اعراض ولاده مبكره، او من اخر الثامن او التاسع لو الدنيا امورك تمام. طيب ليه انا بجهزها بدري قوي كده، وليه لازم اعمل لها خطط وارتب عشان ما انساش اي حاجه؟ اولا انك بتجهزي انت الحاجه فبتكوني عارفه ايه المريح، ايه اللبس المريح ليكي، ايه اللبس المريح للنونو، صيف ولا شتاء. اسهل بكتير من انك تكوني متسربعه ونازله مثلا تولدي حالا واي حد هيحط لك حاجات في الشنطه مع السريع كام حاجه للبيبي بسرعه. هتلاقي نفسك رايحه متسربعه متوتره من الحاجات اللي ناسياها، من الحاجات اللي انت مش مختاراها ومش مريحه ومضطره تستخدميها. اليوم ده لازم تكوني مرتاحه تماما نفسيا وجسديا وذهنيا، ما يكونش في اي حاجه في ذهنك او بتفكري في اي حاجه. يا ترى نسيت ايه، يا ترى ما جبتش ايه معايا، يا ترى هيريحني ولا لا، يا ترى جوزي او اختي او اللي بيجهز الشنطه هيحط الحاجه اللي انا ما قلتش عليها دي ولا هينسى. احسن بكتير ان انت تكوني عارفه كل حاجه محتاجاها. كمان بيديكي وقت وفرصه ان انت لو في حاجه نسيتيها تلحقي تشتريها معاكي وقت براحتك. وغير كل ده لحظه ان انت بتجهزي حاجات النونو بنفسك، مش اي حد بيجهزها لك، لحظه ما تتفوتش كده كده. عيشي اللحظات الجميله دي بنفسك. للامانه انا جهزت شنطه الولاده قبلها بيومين او ثلاثه تقريبا عشان كنت محدده ميعاد معين قيصري، بس ده مش مظبوط. المفروض ان انا كنت جهزتها من بدري شويه عشان يديني فرصه. انا ما نسيتش حاجه، بس يعني كنت حابه انه ده يكون بدري اكتر، بحيث ان اليومين اللي قبلهم ذهني يبقى صافي تماما، ما كنتش عماله اخطط وارتب يعني. طيب اول حاجه ماما هتحتاج ايه؟ طبعا كاتباهم عشان الزهايمر. هتحتاجي 3 دريس واسع مريح، صيفي او شتوي حسب انت هتولدي امتى. ليه 3؟ واحد اللي هتروحي بيه يكون مريح، انا رحت بنطلون جينز بس يعني الافضل نروح مرحرحين. دريس تاني اللي هتدخلي تولدي بيه هيطلع طبعا مبهدل، ففي دريس تاني المفروض ان انت هتروحي بيه او هتقعدي بيه في المستشفى، فهتحتاجي تقريبا 3 او 4. ده لو انت في نفس اليوم ومش هتباتي، تحسبا بس عشان الحاجات اللي هتتوسخ بسرعه والحاجات لازم تكون متعقمه والكلام ده كله، وتكون نظيفه على اللبس على طول علشان النونو ما يجيلوش اي حساسيه وانت كمان ما يجيلكيش اي عدوى. يعني الدريس اللي انت رايحه بيه مثلا طرب وانت رايحه فما تلبسيهوش تاني وانت راجعه. الدريس اللي هتولدي بيه طبعا لازم هتغيريه. الدريس اللي هتقعدي بيه في المستشفى يكون برده مريح. دريس او جلابيه اي حاجه مريحه عندك بالنسبه لك الدنيا تمام يعني. حابه برده بيجامه واسعه اللي هي بنطلون وحاجه بزراير ما فيش مشكله، بس اهم حاجه تكون مرحرحه قد ما تقدري. خدي بيجامه ماما مش مشكله. هتاخدي معاكي شبشب مريح او كروكس مريح ومش بيزحلق، اهم حاجه علشان السيراميك بتاع العياده او المستشفى. هتاخدي معاكي كذا اندروير 3 4 5، اهم حاجه يكونوا مرفوعين لفوق خالص بعيد عن الجرح عشان ما يضايقكيش. تاخدي معاكي البرا بتاعه الرضاعه تكون فيها مثلا كباسين او سوسته، اي نوع مريح يكون سهل ويكون واسع. هتاخدي معاكي نوع فوت او دايبر او شورت، الحاجه اللي انت حابه ترتاحي لها. في ريلاكس، في دراي بوست، انواع كتيره تانية. في البامبرز العادي بتاع كبار السن، شوفي اللي انت حابه ترتاحيها. تحتاجي تقريبا 2 او 3 بس بالكتير يعني، اللي هو اول في المستشفى واول يوم مثلا. من تاني يوم تالت يوم لحد ال40 تقريبا بتحتاجي عادي البادز اللي انت بتستخدميها اي نوع. تاخدي معاكي كحول، شاور، شامبو، ليفه، مشط، بنسة او توكه، الحاجه اللي هتلمي شعرك بيها. الحاجات عموما اللي هتستخدميها بعد ما هتخرجي. ليه الكحول؟ عشان لو هتعقمي اي حاجه قبل ما تستخدميها، دي حاجه مهمه. حتى لو العياده خاصه ونظيفه وكل حاجه، زياده امان مش هيجرى اي حاجه. لازم تكوني مرتاحه تماما من غير ساتر، البيبي يلتقم مظبوط، دي بدايه الخطوات الصح للرضاعه الطبيعيه. تاخدي معاكي البورنوس بتاعك، فوطه وش، فوطه شعر، الحاجات اللي هتستخدميها في الشاور. هتاخدي معاكي اكياس تحطي فيها اللبس اللي مش بيكون نظيف. هتاخدي معاكي ملايه وخداديه وكوفرته. ليه؟ حتى لو انا هولد في مستشفى خاصه، الملايه دي استخدمت لناس كتير، ما اعرفش ايه اخبارهم، ما اعرفش الدنيا عندهم ايه، ما اعرفش اتغسلت ازاي، اتعقمت ازاي، فخليني في الامان. ملايه مش هتاخد مكان، مفيش مشكله. الخداديه في اماكن ما بيكونش فيها مخدات خالص، ان انت تسندي ظهرك عشان تقعدي تعرفي ترضعي مش عشان تنامي عليها، فخديها معاكي احتياطي. خداديه بسيطه حتى كده يا دوب تسند ظهرك. برده الكوفرته حتى لو المستشفى فيها نستخدم احنا حاجتنا، فخدي معاكي كوفرته خفيفه سواء صيف او شتاء على فكره، عشان لو انت هتولدي قيصري هتطلعي من البنج بردانه جدا. فالصيف هتضغطي بكوفرته، وفي الشتاء تحتاجي يمكن حاجه اتقل من كده، بطانيه او حاجه. ممكن دي تبقى في الكيس بتاع البطانيه لوحده بره الشنطه خالص لو الشنطه مش هتكفي. على فكره انا كنت واخده معايا شنطه ترولي عادي حاطه فيها كل الحاجات دي، مش فرح ولا هاجرين ولا مسافرين ولا اي حاجه، بس علشان مش انا اللي هطلع الحاجه من الشنطه، انا اللي رصاها وعارفه رصاها ازاي. بس في المستشفى هتبقى ماما، اختي، اي حد هيطلع من الشنطه فمش هيعرف يوصل للحاجه بسهوله. فلو شنطه صغيره هتبهدله شويه على ما يوصل للحاجه، لكن الشنطه الترولي مفتوحه قدامي كبيره فيها كل حاجه، وحاجه بتتجر يعني مش هتشيل حاجه على كتفي يعني. بعد الولاده تقريبا هتحتاجي تشربي سوائل شويه، لو قاعده ساعه او ساعتين لحد ما تتمشي وتتمالكي اعصابك، فينسون او حلبه او اي حاجه زي كده. خدي حاجتك معاكي. انا ولدت في الكورونا فانا خدت كل دنيتي معايا زياده امان يعني. ودي مش حاجه وحشه يعني. غالبا احنا لو هنولد في عياده او مستشفى خاصه مش بناخد حقن التيتانوس والحاجات دي، فخلينا في الامان لحد اخر وقت، لان احنا بنكون معرضين لاي عدوى بسهوله. تاخدي معاكي مناديل ووايبس طبعا اساسي عشان لو احتاجتي تستخدميها في اي حاجه. استنوني فيديوهات تانية. دمتم اشطر مع